إيه علاقة السرطان بسواقة العربيات؟ تخيل إن الخلية بتاعت جسمك زي عربية، والعربية دي جواها 3 حاجات مهمين: حاجة بتخليها تمشي، حاجة بتوقفها، وحاجة بتصلح أي حاجة بايظة. في جسمنا ال3 حاجات دول هم الجينات. الجينات دي هي اللي بتتحكم في كل حاجة جوه الخلية، إمتى تشتغل، إمتى تقف، تعمل إيه، وإزاي تصلح نفسها لو حصل مشكلة. طيب، الجينات دي جت منين؟ هي جزء من الدي ان ايه بتاعنا، زي كتاب ضخم مليان تعليمات، وكل صفحة فيه اسمها جين. كل جين مسؤول عن وظيفة معينة أو صفة معينة من صفاتنا، وعلشان كده بنقول إن الجينات هي الأساس في الصفات الوراثية اللي بناخدها من أهلنا. لكن المشكلة بتحصل لما جين معين يبوظ، وده بيخلي الخلية تخرج عن السيطرة، وده ممكن يؤدي للسرطان. في الحلقة الجاية هنتكلم بالتفصيل إيه أنواع الجينات اللي ممكن تسبب السرطان، وإزاي كل واحدة فيهم ليها دور في العربية اللي خرجت عن السيطرة. تابعونا على كبسوكاست علشان نفهم وما نخافش.